سهلا. مباراة الأهلي والاتحاد وفي كام نقطة كده حابب أتكلم عليهم. في كورة امبارح كان عليها جدل كبير جدا، هي ضربة الجزاء اللي كانت المفروض تتحسب على يحيى عطية الله، ولكن الحكم مش هنا، الفار مش هنا، ده حتى يحيى عطية الله كان ناقص يقول أنا الجون. يعني قرار غريب جدا من الحكم، الفار مش موجود، مش فاهم إيه اللي بيحصل. كورة واضحة وضوح الشمس، مش محتاجة إعادات، مش محتاجة أي حاجة، كورة مش محتاجة أي حاجة علشان ما تتحسبش. لو أنا شخص ما غريب عن الدوري المصري معرفش اي حاجه عنه ووريتني الكوره دي، ممكن اقول لك خطا تحكيمي، فار ما كانش مركز، ولكن وارد جدا الاخطاء تحصل وهعدي الكوره. ولكن لو انت بتسالني انا كمشجع للدوري المصري فهقول لك مستحيل دي تكون خطأ تحكيمي. في فرق ما بين الخطأ التحكيمي وفي فرق ما بين الصدف وفي فرق ما بين الكوارث. هتقول لي ايه الفرق؟ اقول لك انا دلوقتي الاخطاء التحكيميه ممكن تحصل مره عليك، مره عليا، مره على الفريق س، مره على الفريق صاد، مره على الفريق عين، وهكذا. ولكن لما تحصل كم الجدل وكم التخبطات التحكيميه والتخبطات الفنيه في التحكيم وكل حاجه تحصل لفريق واحد، فده دليل ان دي عمرها ما كانت صدفه. نرجع مع بعض في كره تانية، كره حسين الشحات. في الحقيقه هي الكره فاول، انا ما اقدرش انكر ان كره فاول، ولكن انت لو ركزت معايا كده هتلاقي ان رجل حسين الشحات وقت الخبطه كانت بره. يعني الكره تتحسب فاول من على ال 18 مش ضربه جزاء، يعني فاول من على ال 18 مش ضربه جزاء. ولكن حتى الكرات اللي ممكن تعدي تتحسب ضربه جزاء ما حدش يتكلم عليها، او ممكن ما تتحسبش فعادي ما حدش يتكلم عليها، ولكن دايما بتبقى في صالح نادي معين. انا مش فاهم ليه ده كله بيحصل. يعني تعال ركز معايا كده في الكره اللي جايه دي. في نهايه الشوط الاول الدقيقه 45 كهربا بيدهس رجل لاعب الاتحاد، الحكم فين؟ برضه مش موجود. الفار فين؟ برضه مش موجود. انا مش فاهم الحكم والفار ما بيشتغلوش غير للاهلي ولا ايه؟ كرة واضحة وصريحة، طرد مباشر لمحمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلي، خط احمر. يا راجل حرام عليك، دي ما فيهاش انذار، حتى ما فيهاش انذار اصلا، غريبة والله. وفي النهاية لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، ولكن احنا بنذكر وبنوضح وبنقول للناس اتفرجوا وشكرا.